وبيبتدي مسلسلنا النهاردة مع بطلتنا سيين، وبنشوفها وهي في المستشفى وجسمها كله محروق. وطبعا احنا بقى عاوزين نفهم، فانا قلت لها لا يا بطلتنا لازم تحكي لنا الحكايه كلها. فالبنت قالت خلاص تعالوا معايا، ورجعت فلاش باك كده كام يوم. والمفروض انها في اليوم المشؤوم ده ظبطت خطيبها شيان بيخونها مع اختها العقربه مينوس. فالبنت بتفضل تزعقله وتقوله يا خاين يا غشاش يا ابو 30 وش. ساعتها بتدخل مرات ابوها العقربه اللي هي ام مينوس، وبتقول لها ايه ده، مش عيب كده تدخلي عليهم وهما في لحظاتهم الخاصه؟ والمصيبه ان ابوها هو كمان بيهددها لو ما تنزلتلوش عن قطعه الارض اللي امها سايباها لها ونقلتها باسمه هيوقف العلاج عن اختها الصغيره المريضه. وبعد ما بيطلعوا بيروحوا كلهم قافلين عليها الباب ومولعين فيها يا حرام، وعشان كده بقت هي في المستشفى في الحالة دي. وهناك البنت بتعرفنا ان امها اختفت من حوالي 10 سنين وسابتها هي واختها الصغيرة، وبعد فترة بسيطة كده ابوها اتجوز عشيقته الحربوقة دي. كده بقى احنا فهمنا اللي حصل، وتعالوا بقى نشوف اللي هيجرى. وهي في المستشفى بتلاقي منوس داخلة عليها وبتقولها انا نسيت اقولك اختك الصغيرة هي كمان ماتت بسكتة قلبية بعد ما عرفت اللي حصلك، وما تقلقيش على خطيبك هتجوزه انا، وحتة الارض بقت بتاعتنا، ويلا باي باي بقى مش هعطلك عن الموت، زمان عزرائيل جاي يقبض روحك دلوقتي. وفعلا بعد ما هي خرجت بثواني بطلتنا بتصعد روحها للسما وبتفارق الحياة. بس الجميل بقى والغريب برضو من الصينيين اللي اتعودنا عليه خلاص انها بترجع لنا وبتتولد من جديد. المرة دي بقى طبعا انتوا عارفين انها راجعة عشان تنتقم منهم، وراسها وألف سيف لا تطلع القديم والجديد على عينيهم نفر نفر. وفي مكان تاني بنشوف بطلنا الوسيم الجامد المتين اللي اسمه مو، والحقيقة هو بيبقى اسم على مسمى بصحيح. وفي يوم من الأيام وهو بيركب عربيته فجأة بيلاقي بطلتنا بتقتحم عليه راحة باله، فهو بيقول لها انت مش قد اللعب بالنار يا شاطرة، هتتعبي صدقيني. فقالت له مش هتبقى أقوى من النار اللي أنا عايشة فيها، وأنا عارفة ان انت الوحيد اللي هتقدر تساعدني وتنقذني يا منقذي. وهي كانت بتقوله كده وايديها شغالة في تحمرش كليا وجزئيا لحد ما البطل انهار وحصل بينهم الاكشن المدمر استغفر الله العظيم لحد وش الصبح. ومش كده وبس، ده كمان بياخدها وبيكملوا في البيت. وطبعا هي كانت منبهرة ومش مصدقة ان البطل مو اللي بنات الصين كلها بتقول عليه انه صعب المنال ومفيش ولا بنت قدرت تقرب منه هي لفته في غلوة واحدة. المهم ان هو بيسألها ممكن اعرف ايه اللي انت عملتيه معايا امبارح ده؟ قالت له متقلقش يا روحي انا مستعده اتحمل مسؤوليه غلطتي. فبيقول لها يا سلام ده اللي هو ازاي يعني، وبعدين انا اصلا لسه ولد ولود وانت يعني بصراحه سرقتي عذريتي. قالت له ما تخافش عندي عرض تحفه، واللي هو بقى ايه، ان انت هتتجوزني لمده سنتين اتنين بس في مقابل ان انا هتنزلك عن حته الارض بتاعتي اللي انت هتموت وتاخدها. يعني من الاخر جوازنا كده عباره عن شراكه مش اكتر. فهو بيسألها وايه السبب بقى علشان تعملي الليلة دي كلها؟ في الاول كده بتكذب عليه وقالت له عشان بحبك يا سوسو. فقال لها بت اظبطي، انا عارف اللي حصل وان انت بتستخدميني كأداة عشان تحققي انتقامك من عيلتك مش كده؟ قالت له فعلا كده، بس برضو مش هنكر ان انت عجبتني وواد حليوة كده وامور، يعني الفيلم بتاعنا ده هيدخل مزاجك ما تقلقش. بس هو مردش عليها ومشي من غير حتى ما يرفض او يوافق. وفي نفس اليوم بتنزل من فوق فبتلاقي العقربة اختها قاعدة مع خطيبها والاتنين شغالين مسخرة وحاجات قلة ادب خالص. المهم ان الافندي شيان اول ما بيشوفها بيقول لها اعملي حسابك خالي راجع من السفر وهروح انا وانتي النهارده نسلم عليه. فهي قالت له ماشي يا رجل الكنبه هنتظرك بالليل، وبتسيبهم وبتمشي من غير ما تعلق لهم على الهبل اللي هم كانوا بيعملوه ده. وطبعا اختها بتتضايق علشان ما قدرتش تحرق دمها. اما شيان فبيبدأ يعجب بيها وبقوة شخصيتها لانها مش شايفاه اصلا، ما هي الرجالة كده. وتقريبا ده النظام الجديد اللي بيعجب الرجالة اليومين دول، كل ما تتجاهليه كل ما يحبك اكتر. اله تحبك القطط والكلاب يا بعيد. وبالليل بتروح معاه هناك، وساعتها البنت بتقوم تدخل الأوضة ترتاح فيها شوية، وبعد ثواني بتلاقيه داخل وراها. فهي بتنتهز الفرصة وبتسأله ها يا روحي فكرت ولا لسه؟ قال لها لسه بفكر، وعموما على حسب أدائك دلوقتي لو عجبني ممكن أديلك الرد حالا. وطبعا انتوا فاهمين، وعشان كده هي نزلت معاه ماتش كورة على أمل يعني إن الأداء يعجبه وبسلامته وكان مستمتع على الآخر. أما شيان فبيقلق عليها وبيروح يخبط على الباب، والبنت بتخاف وبتقولها هنروح في داهية كده والطبخة بتاعتنا هتتكشف قبل ما نطبخها. قال لها ما تخافيش. وبعد شوية شيان بيفتح الباب وبيدخل فبيلاقي خالي في وشه اللي بيسأله ها حضرتك عاوز ايه؟ فقال له انا اسف يا خالي، وبيطلع بسرعة وهما بيرجعوا يكملوا الرومانسية اللي كانوا فيها. بس برضو شيان كان شاكك ان في حاجة ما بينهم، وعشان كده اول ما هي بتخرج بيقوم كده شادد حيله وبيسألها كنت فين يا هانم؟ لا يا واد حامش قوي ودمك حامي، ده انت دمك يلطش حتى.
المهم انها قالت له اي كلمتين في البتنجان عشان تتفاجئ بقى بالسيد مو بعت لها مسج وقال لها انا موافق على العرض بتاعك، واللي هو يعني موافق ان انا اتجوزك. وطبعا بقى هي فرحت، والمصيبة انها قبل ما تخرج كانت العيلة بيخططوا انهم يفسخوا خطوبتها من شيان ويجوزوا له اختها السماوية دي، بس هي قطعت عليهم الطريق. واول ما شافت الرسالة وقفت كده وقالت لهم يا جماعة الخير ركزوا معايا كده وصلوا على النبي، انا عاوزة افسخ خطوبتي من فردة الشراب ابنكم شيان لانه بالعربي كده مش مالي عيني. فالجد بقى فضل يتعصب ويقول لها ازاي احنا مفيش عندنا الكلام ده. وابوها هو كمان عاش دور الاب المثالي مع انه من شوية كان عاوزين يفسخوا الخطوبة، عيلة مجانين تقريبا. المهم انها قالت لهم انا هعرض لكم السبب اللي مخليني مش عاوزة هذه الجوازة، وبتفرجهم فيديو حميمي جدا لشيان مع اختها مينوس. فالجد بقى بيقول لها انا اسف يا بنتي وعموما طلباتك كلها مجابة. قالت له اتجوز ابنك مو، فقال لها والله على حسب، اذا كان موافق فانا ما عنديش مانع، اما بطلنا فبيفاجئ الكل بالموافقة. وطبعا مش عاوزة اوصف لكم رد فعل العقارب التانيين كان عامل ازاي، تقريبا نزل عليهم جلطة، ده لو ما كانوش ماتوا من القهرة. وفي اليوم اللي بعد كده بيقعدوا ابطالنا الحلوين يناقشوا عقد جوازهم اللي هيكون لمدة معينة زي ما ذكرنا في البداية. بس اجمل حاجة ان هو قال لها ما تخافيش انا هقف جنبك وفي ظهرك لحد ما تنتقمي منهم ويلا بينا بقى عشان نتجوز. وفعلا بياخدها وبيطلع على مكتب الجواز وبيتجوزوا في نفس اليوم واللحظة والثانية. وفي أول خطوة في الانتقام بطلتنا بتصور شهادات الجواز وبترفعها ستوري عندها على الواتس، فابوها لما شافها بينهار وبيتصل عليها وبيفضل يصوت ويقولها انت ازاي يا مجرمة يا سافلة تتجوزي من غير ما تاخدي رأيي، عشان يتفاجئ ببطلنا بياخد منها التليفون وهو اللي بيرد عليه وبيقوله اعتقد كده ان حضرتك من رد فعلك مش موافق على جوازنا ولا ايه. فالراجل خاف منه وقلب قطة وقاله لا يا ابني صدقني ده انا وديالك لحد البيت، بس المفروض يعني كانت تعبرني وتقولي. فامو راح قفل السكة في وشه من غير ما يديله اي اهتمام. وبعد يومين البنت بتكون سهرانة معاه بره، ووقتها بتجيلها رسالة من رقم مجهول وبيطلب منها تنزل تقابله تحت. فهي بتنزل تشوف الشخص ده مين وعاوز منها ايه، وبتتفاجئ ان هو شيان، وكمان بيحاول يعتدي عليها المجرم عشان سابته وراحت اتجوزت خاله اللي بينزل في هذه اللحظة، والحمد لله بينقذها منه وبيديله علقة انما في الجامد منه. وتاني يوم بتكون سوين في المستشفى وبتزور جوز واحدة صاحبتها، ووقتها بتيجي منوس وبتشتمها عشان يعني علمت عليهم في اول جولة، وكمان بتشتم امها. فبنتنا بتتضايق وبتضربها بالقلم، وساعتها بتقول الله ده احساس حلو قوي ان انت تضرب حد، اما جرب تاني كده، وبتفضل تضربها تالت وعاشر كمان. فمينوس بتتضايق قوي وبتقول لها مش كفايه ان انتي متجوزه راجل ولا مؤاخذه ملوش في الستات وليه في الرجاله وبس. والمصيبه السودا انه بيوصل مو في هذه اللحظه وبيقول لها انا هثبتلك دلوقتي، وبيمسك مراته وبيقرب منها قدام كل الناس اللي في المكان. فالكل بيصور وبينزلوهم على السوشيال ميديا وبيبقوا ترند على الفضائيات، والكل بيفضل يتكلم عن رجل الأعمال الوسيم اللي بيحب مراته يا وعدي عليه. ووقتها هي بتشكره وبتطلب منه يساعدها وتروح تاخد أختها من بيت الأفاعي والتعابين دول وتجيبها تعيش معاهم في البيت بتاعهم. فهو طبعا مش بيقدر يرفض لها طلب، والبنت لما بتروح هناك بتلاقي ابوها عمال يديها اسطوانة انت لا بنتي ولا اعرفك، ولو كنت ربيت كلب كان تمر فيه. وفجأة بيلاقي مو داخل عليه وبيقوله احب افكرك ان اللي انت شتمتها من شوية دي تبقى مراتي، يعني لو حد قال لها كلمة زعلتها بعد كده هقطع لسانه من لغلوغه. فهما بيقلبوا شوية معيز وبيخافوا منه جدا، والبنت بتطلع تاخد اختها وبتنزل قدامهم من غير ما حد فيهم يقدر يفتح بقه بحرف واحد حتى. والجميل اللي بعد كده انها بتبدأ تدور على امها لانها بيبقى عندها احساس انها لسه عايشة، وبتتواصل مع محقق اللي بعد ما بيدور كتير وبيحقق اكتر بيجي يقولها ان هو اكتشف ان امها اتخطفت بس لسه مش عارف مين اللي خطفها. فهي بتنهار وبتدخل الحمام وبتفضل تعيط وتمسح دموعها، تعيط وتمسح دموعها. وبعدين بقى في الليلة دي عشان تحصل المفاجأة الكبيرة وتلاقي حبيبها فوق دماغها في الحمام وشكله كده حاطط لها جهاز تتبع وبيعرف مكانها دغري. المهم ان اول ما دخل قال لها ازيك يا صغنن، بتقابلي راجل من ورا ظهري وبتخونيني مش كده؟ وقبل ما يبدأ العقاب بتقوله استنى والله انت فاهم الموضوع غلط، ده محقق بيساعدني ادور على امي. فهو بيشيلها وبياخدها على البيت، وتاني يوم الصبح بيجيله تليفون من المساعد بتاعه اللي بيقوله يا فندم انا نفذت اللي حضرتك طلبته مني وراقبتها فعلا، واكتشفت ان الشخص اللي قابلته ده محقق بيساعدها هتلاقي امها اللي مختفية بقالها 10 سنين. فهو هنا اتأكد انها مش بتكذب عليه، اما هي بعد ما بتصحى من النوم
بتلاقي شيان بعت لها صورة لجوزها مع أنثى مكتملة الأنوثة وهم داخلين فندق كده على السريع. وقتها بيقول لها اتفرجي شوفي حبيب القلب اللي سبتيني عشانه اهو طلع بيخونك اما 44. تستاهلي والله لا خليكي تندمي لانك سبتيني عشانه. فهي ردت عليه رد انما ايه يجيب للواحد جلطة في 5 ثواني بس. وقالت له انت عاوز تقارن نفسك بجوزي اللي ما شاء الله عليه طوله 10 متر وعرضه 60 بوصة وانت جنبه شبه بورس الحيطة يا ناموسة. واحب اقولك كمان ان انا بثق في جوزي ثقة جامدة جدا ويلا بقى امشي من هنا. اما مو بقى في اللحظة دي فبنشوفه قاعد مع الموزة اللي اسمها لولو ومعاهم شخص تالت عمال يهزق فيه وبيمسح بكرامته الارض. علشان كده كان عاوز يقرب من لولو ويعتدي عليها بس هو انقذها. اما بطلتنا في هذه اللحظة كانت بتتتبع تليفونه وعرفت انه خرج من الفندق بعد 5 دقايق بس. فقالت لا انا كده ظنيت في ظن السوء ومش هيخوني اصل الخيانة يعني ما بتبقاش سريعة ب5 دقايق كده. وبالليل لما بيدخلوا يناموا بتمثل انها في عالم سمسم بس على مين هو مسكها وطلع عينيها. وتاني يوم الصبح بيلاقي الشغالة جايباله اكلات فيها توابل معينة بتعمل يعني منشطات للجسم. فهو قال ماشي لما نشوف هي عاوزة ايه وشرب طبق الشوربة كله على بق واحد. وبعدين بيدخل الأوضة فبيلاقيها بتكلم المحقق اللي هو خلاص بقى المساعد بتاعها الرسمي. وبيبدأ يحكي لها عن علاقة لولو بجوزها اللي بيدخل عليها فجأة في هذه اللحظة. وبيسمع المحقق وهو بيتكلم معاها. فالبنت بتتخض وبتسأله الله مش انت المفروض تبقى في الشغل النهاردة؟ فلا لا يا روح قلبي انا اخدت اجازة عشان اشبع منك وعموما انا هريحك. لولو مش عشقتي ولا حاجة زي ما انت بتظني فيا ده اخوها كان اقرب صاحب ليا والمفروض انه كان المساعد بتاعي من 5 سنين وضحى بنفسه وانقذني من حادثة ومات هو بدالي. بس قبل ما يموت وصاني اخلي بالي منها وانا دلوقتي بعمل بالوصية. ها شفتي بقى انا مخلص ليكي ازاي وما اقدرش المس اي واحدة غيرك. فهي ضحكت وكانت طايرة من الفرحة بس فضلت طول اليوم تسأل نفسها يا ترى هو يقصد ايه بالجملة دي؟ معقول يعني يكون بيحبني؟ لا مش معقول. بس تفتكروا يا بنات هو بيحبها فعلا ولا لأ؟ هنشوف. وفي مكان تاني بنشوف شيان مع عشيقته مينوس وراكبين العربية والبنت لحظتها بتقوله انا خايفة ان اللي في بطني يتولد والناس كلها تقول عليه ابن حرام. فقال لها ما تخافيش يا حياتي انا هروح اقابل ابوكي دلوقتي وهقدر اقنعه اننا نتجوز ان شاء الله ويبقى ابن حلال. وبطلتنا لما بتعرف كده على طول بتاخد عربيتها وبتقطع عليهم الطريق عشان ما يتجوزوش وهم وقتها بيخبطوها وعشان كده هي اللي بتتعب وبتدخل المستشفى. بس الحمد لله الإصابات بتبقى خفيفة. وبطلنا بقى بيمسك ابن أخته وبيضربه علقة انما ايه مفيش بعد كده وبيهدده لو قرب لمراته تاني هيوديها السجن. المهم انها اخيرا بتفوق وحالتها بتبقى صعبة جدا بس هو بيحضنها وبيحاول يطبطب عليها على قد ما يقدر. وطبعا انتوا مستغربين هي عملت كده ليه هنعرف بعدين. وبيفضل بطلنا حاجزها في المستشفى لمدة كام يوم ومش بيرضى يخليها تخرج ابدا. حتى ابوها بيجي يزورها علشان يعطف ويلطف الجو معاها بس الحراس بقى بيمنعوه فبيحاول تاني وتالت ورابع لكنهم برضه في كل مرة بيكشفوه وبيمسكوه وبيضربوه. وبالليل بنشوف مو مقيم معاها في الأوضة تحسهم كده واخدين جناح في الفندق لحد ما البنت بتقوله خلاص انا بقيت كويسة المفروض كنت اخرج من يومين دلوقتي داخلة على شهرين كفاية يا عم انت. فهو فعلا بيسمع الكلام وبيخرجوا تاني وبعد ما بيركبوا العربية بيقول لها احب اعرفك ان انا وسطت مجموعة من رجالتي يدوروا على امك وياريت تبقي تتهدي شوية بقى وما تعمليش اي حاجة من ورايا. وبعد ما بيرجعوا البيت هناك بتلاقي لولو قاعدة مع اختها الصغيرة وبتبدأ بقى قال ايه عاوزة تغيظها. وعشان كده بتقول لها تخيلي ان انا ومو علاقتنا قوية جدا لدرجة ان كل الناس فاكرين ان احنا بنحب بعض واحتمال كبير قوي نتجوز. فبنتنا ردت عليها يا حبيبة قلبي انا عذراكي بس تعرفي ان مو بيحكي لي عنك كتير جدا وبيشكر فيكي. فهي فرحت وقالت لها بجد بيقول ايه؟ قالت لها ابدا بيقول ان انتي افضل راقصة في الفرقة الاستعراضية ووعد مني في اول حفلة هنعملها هجيبك تهزلنا فيها شويتين على 1:30. فالبنت بقى خدت قصف جابها في نص راسها زي رصاصة من الكلاشنكوف. واخر اليوم مو بيجيب لحبيبته فستان جمدان وبيقول لها انا حفلة عيد ميلاد بابا بكرة وعاوزها تبقى اشيك واحدة وسط البنات كلهم. وهي بصراحة لما بتلبس الفستان بتبقى ولا كأنها الأميرة ديانا مرة واحدة. وابن الذين تحسوه كده مدمنها ازاي ما تعرفوش مع انه لسه متجوزها ما كملش يومين. واول ما بيدخلوا الحفلة بيقدموا للاب هدية كلاسيكية تاريخية من العصور الوسطى لدرجة ان ابو بطلنا بينشكح بيها على الاخر خالص. اما بقى الحربوها اختها وعشقها بيبقوا واقفين هيطقوا من الغيرة والغيظ.
وعشان كده مينوس بتخلي بنات العيلة اللي موجودين في الحفلة يعملوا مع بطلتنا أحسن خناقة، بس طبعا مش بيعرفوا ليه بقى يا ست ساسو، لأن في الوقت ده بطلنا بيعرف إن حبيبته بتتخانق تحت، فبينزل جري وبيسألها خير يا حياتي، في حد مزعلك؟ قالت له بمنتهى الدلع والمياصة اللي في الدنيا كلها: ايوه يا بوتي، انا لازم امشي عشان محدش هنا حابب وجودي خالص مالص. فهو راح قال لها: لا طبعا، تمشي ازاي؟ ده انت لو مشيتي هولع فيهم كلهم. فالبنات بقى بيخافوا وبيترعبوا منه وبيقولوا له: مش ممكن، سامحنا يا عمو، احنا ما كناش نعرف انها تبقى مراتك والله. فهو بيحذرهم كلهم وبيديهم كام كلمة فوق دماغهم وبياخدها وبيمشي. وبالليل وهي في الأوضة بتاعتها بيقدر المحقق يدخل أوضتها وبيبدأ يلعب في دماغها وبيقول لها: هو انت مش مستغربة ان جوزك مش عاوزني احقق ولا اعرف اي حاجة عن اختفاء والدتك؟ عموما لو عاوزة تعرفي ليه، تعالي بكرة قابليني في الكافيه الساعة 3 العصر. الغريب ان في نفس اللحظة بطلنا بيسمع عندها صوت راجل غريب في الأوضة، فبيطلع جري على فوق، لكن المحقق كان خلاص مشي. المهم هو بيفهم انها بتخونه وعشان كده بيعتدي عليها تأديبا ليها. ولما بيجي بكرة بنشوف المحقق قاعد مع واحدة كده شكلها يخوف وبيبقى اسمها مياسكي، واللي بتقوله: هل تتوقع انها هتصدق الخطة بتاعتك وهتاكل الطعم فعلا وهتيجي تقابلني وانتي هتشوفي بعينك؟ وده بقى كبوت لبس في وشنا كلنا، واول واحدة فيكم انا خدت الصدمة لما اكتشفت ان المحقق هو كمان خاين، بس مش عارفين غرضه ايه. اما الفارس الاسطورة فبيكون زعلان منها وساب لها البيت وطفش بقاله اسبوع، والبنت بتحاول توصله مش عارفة، ده كمان بيعمل لها بلوك من على تليفونه. فهي قالت لك: لا بقى، انا لازم اجر ناعم معاه وهدي اللعب شوية لحد ما يساعدني اوصل لامي. وفعلا بتروح له الشركة علشان تصالحه، ولكن هناك السكرتيرة مش بترضى تخليها تدخل، فبطلتنا استنت كده شوية وبعد ما فكرت راحت اقتحمت عليه المكتب وقعدت على حجره وقالت له: اخس عليك يا بيبو، هو انت عليك تسيبني الايام دي كلها يا وحش؟ معقول ما خاصبني كل ده؟ قدرت على بعدي ولسه هتديله قبلة تنبض بالمشاعر والأحاسيس؟ فجأة لقيته بيقول: معلش يا جماعة هلغي الاجتماع، اصل كان في شغل اونلاين وكل اللي حصل لكن على الفضائيات، يا دي الفضايح. المهم ان هو في الاخر ضعف قدام جمالها ودخل معاها في مرحلة البونبوني، وبعدين بيديها المفاجأة وهي انه اخيرا لها امها وبياخدها وبيخليها تشوفها. فالبنت يا عيني كانت داخلة وهي متوترة جدا وبترتبك اكتر لما بتلاقي الست رجلها مقطوعة، والمصيبة الاكبر انها لما بتبص في وشها بتتفاجئ انها مش امها. فبطلنا قال لها: يعني انا اتضحك عليا؟ وبيروح جايب شوية العيال دول والمفروض انهم بيكونوا السبب ورا اختفاء امها اصلا. وهي لما بتهددهم انها هتخلص على العيلة بتاعتهم كلها وهتجيبها من جذورها بيخافوا وبيقولوا لها: لا، احنا هنعترف بكل حاجة. وواحد فيهم بيقول لها ان مرات ابوها اصلا من 10 سنين هي اللي اتفقت معاه يخطف امها ويبيعها لواحد من تجار البشر. فهي قالت له: ماشي، قولي بقى مين التاجر ده اللي اشتراها منك؟ قال لها: للأسف والله مش عارف اسمه، وحتى لما رجعت ادور عليه تاني كان اختفى. فهي بقى في الاخر بتمسك بنت اخت مرات ابوها ودي بقى اسمها شيمو وبتقول لها: انا عارفه ان انتي وسوين بنت خالتك مش بتتفقوا. فقالت لها: فعلا، لانها انسانه مغروره ومتكبره وعلى طول نفخه حواجبها ومحدش عاجبها. فبطلتنا قالت لها: خلاص، انا هديلك عرض مغري جدا، وهو انها تعترف لها بكل حاجه عن مينوس وامها العقربه من الالف للياء، وفي المقابل هتديها مبلغ محترم وبتعرفها ان الفلوس دي تعتبر عربون، والمكافأة اللي بجد هتكون بعد ما تتم المهمة، وكمان هتخليها تتجوز شيان وتاخده من مينوس عشان تحرق قلبها. فالبنت بتفرح قوي وبتقولها: انا معاكي، يلا بينا واستبينا على مارينا. ايه الهبل ده؟ وبعد ما فات كام يوم الكتكوتة بطلتنا بتروح تسهر في البار وبتفضل ترقص وتتنطط على امل انها تغري الولد الفرفور شيان وتخليه يرجع لها ويخون خطيبته مينوس، وبكده تبقى انتقمت منهم هما الاتنين. ولكن بالصدفة بطلنا كان سهران في نفس المكان مع اصحابه اللي اول ما بيشوفوها بيسألوه: ايه ده، مش دي مراتك؟ وما شاء الله دي بترقص احسن من سامية جمال. فهو بقى مش عاوز اقول لكم كان مشطشط من جوه اكتر من المخلل بتاع رمضان من كتر الغيرة طبعا. وبيروح واخدها على البيت وهناك بيسألها: ممكن اعرف يا عصفورتي كنتي بتحاولي تغري مين؟ اعترفي يلا والا هعاقبك وانتي عارفة ازاي. فهي في الاول كده سكتت وما كانتش راضية تتكلم، ولكن في الاخر اعترفت بكل حاجة. فهو قال لها: ممكن تقعدي هنا في حضني الاول عشان اسمعك كده تاتا تاتا، وعموما ما تقلقيش انا هقف في ظهرك في اي حاجة انت عاوزاها. فهي قالت له: بجد يا دودي؟ قال لها: بجد، بس بشرط لو قدرتي تقدمي عربون صغنن كده يعني. وطبعا هي قدمته بكل جدارة، يا ليل الادب. المهم بعدين قال لها: اتفضلي يا ستي انا بسمعك.
فقالت له ابدا، انا عاوزه شيان ينفصل عن اختي ويتجوز شيمو بنت خالتها. وتاني يوم بالظبط بيقعد مع ابن اخته وخطيبته الحربوقه، وبيجبروا يتنازلوا عن اسهمه في شركه العيله مقابل ان هو هيخلوهم يتجوزوا قبله هو وحبيبته سين. طبعا انتوا هتستغربوا وهتسالوني، الله مش هو متجوزها يا ساسو؟ هقول لكم متجوزها على سنة الله ورسوله، ولكن هيعمل لها فرح يعني عشان يعوضها ايام الحرمان. المهم ان شيان ما كانش موافق وعاوز يتمسك بشوية الاسهم اللي حيلته يا ضنايا، بس بيبقى مرعوب من خاله ورجليه عمالة تخبط في بعضها وغصب عنه بيمضيله على التنازل. اما خطيبته العقربة فبيبقى مش فارق معاها اي حاجة غير الفلوس وانها تتجوز وتعمل فرح وتهيص وبس. ولكن بقى خسارة مش خسارة، كل ده ما يفرقش معاها اي حد غير نفسها ويلا تخليص ذنوب. وبمجرد ما بيوقعوا العقد بطلنا على طول بيبعت مسج لمراته وبيقول لها تمت المهمة بنجاح يا روحي. فهي بتفرح جدا بقى، بس يا خسارة هنا بتدخل لولو وبتقول لها ما تفرحيش كتير يا حياتي، شايف البنوتة اللي في الصورة دي هي اصلا تبقى حبيبة جوزك الاولى، وعشان كده هو اتجوزك لانك شبهها مش اكتر. وفعلا بطلتنا اول ما بتشوف الصورة دي بتقول لنفسها علشان كده اتجوزني بسرعة، وانا استغربت انه وافق بسهولة كده. ولما بتروح بالليل بتبقى متعكننة وهو كمان بياخد باله، فبيسألها مالك يا صغنن وايه اللي مزعلك؟ فقالت له عاوز اسألك سؤال ممكن؟ قال لها طبعا ممكن جدا. قالت له عاوز اعرف عدد البنات اللي انت حبيتهم في حياتك. فقال لها صدقيني انا مرتبطتش ولا مرة، كل ما في الموضوع ان انا حبيت بنوتة واحدة بس، لكن يا خسارة هي حبت واحد غيري واتخطبت له كمان. ولما بتسأله فين أراضيها وعاملة ايه دلوقتي بيغلوش عليها بالكلام لأنه مش عاوز يكمل باقي الحكاية. وفي اليوم اللي بعد كده بياخد مراته وحبيبته وبيروحوا المحل الفساتين اللي بتكون موجودة فيه اختها وعشقها شيان، وبتحجز الفستان قبلها. والمصيبة ان شيمو بنت خالة مينوس كانت شغالة موظفة في المحل علشان تنفذ باقي المهمة مش عشان حاجة تانية، وما بتصدق تستفرد بشيان وتبدأ تتغزل فيه. فهو علشان بتاع ستات بيقع في الفخ بسهولة وبيعيش معاها الحب على طول. والكارثة ان البنت طلعت بتصوره صوت وصورة. ولما بيجي يوم الفرح بنشوف العقربة مينوس وهي رايحة تغيظ بطلتنا وبتقولها ما كنتش متوقعة ان انتي هتيجي تحضري فرحي. فبطلتنا قالت لها يا سلام، اي نعم انتي خنتيني معاه، بس لازم تعرفي ان اللي بيخون مرة بيخون 1000 مرة يا بطة. فالتانية كانت بجحة وردت عليها ما تخافيش انا واثقة من حبه ليا، واحب اقولك ان انتي في يوم من الايام عملتيني وحش واحنا اطفال، ومن ساعتها حلفت ان انا هاخد منك كل حاجة. وبتسيبها وبتمشي وفي عينيها نظرة انتصار. اما بطلتنا فكانت بتضحك عليها وبتقول في سرها هبلة ما تعرفش اللي مستنيكي. وفعلا يدوب مفيش ثانيتين والفيديو بتاع شيان وبنت خالتها بيشتغل على الفضائيات. فالهانم مينوس بتتغاظ جدا وبتمسك البنت تضربها ومش بتسيبها غير لما بتدخلها المستشفى. وطبعا بطلتنا بتروح لشيمو وبتأكد عليها انها لازم تكمل المهمة. وهي خارجة من عندها بتلاقي شيان واقف يبصلها وبيعيط وبمنتهى الحزن والندم لأنه أخيرا عرف قيمتها، بس هي بتتجاهله وبتسيبه وبتمشي ولا كأنها شايفاه هوا واقف قدامها. وبتروح لحبيبها مو اللي بيعيش معاها الرومانسية في كل لحظة لأنه بيعشقها لدرجة الجنون. وبالليل بيروحوا هما الاتنين يسهروا كلهم مع أصحابهم، وهناك بتكون وصلت من السفر البنوتة اللي هي المفروض تبقى حبيبة بطلنا من أيام الجامعة، ودي بقى هنسميها المسهوكة عشان الأسماء كترت معانا زيادة عن اللزوم ودي أول مرة تحصل بصراحة. المهم إنها بتحاول تقرب من بطلنا على قد ما تقدر، بس العفريتة بنتنا كانت بتقف قدامها، وكل ما البنت تقوله ممكن تشرب القهوة دي من ايدي فسوين تقول لها شكرا يا حياتي ما ينفعش يشرب قهوة لاننا اليومين دول بنهتم بصحتنا عشان بنخطط نجيب بيبي ان شاء الله عقبالك كده. فبتيجي تقعد جنبه سوين برضو مش بتسمح لها. بعد كده بيخرجوا الاتنين يتكلموا برا لوحدهم، وساعتها المسهوكة بتقول لها نصيحة مني سيبيه واخرجي من حياتنا عشان السبب الوحيد اللي خلاني قطعت اول تذكرة وجيت هو اني لما شفت صورتك ولما شفت نسبة الشبه الكبيرة اللي ما بيني وما بينك، ووقتها اتأكدت انه اتجوزك بس عشان خاطر تفكريه بيا. فالبطلة القادرة مش بترد عليها وبتروح متصلة على مو وبتقوله اه يا روحي الأستاذة المسهوكة بتدعي ان انت بتحبها هي واتجوزتني عشان انا شبهها مش اكتر، ممكن تيجي ترد عليها؟ وبعد ما قفلت معاه قالت لها انا عندي حل احسن، هو دلوقتي جاي في الطريق فخلينا نتراهن، وهو ان انا وانتي هنرمي نفسنا من هنا في حمام السباحة اللي تحت ده وهنشوف هو هينقذ مين فينا، واوعدك لو انقذك هتأكد انه بيحبك وهنسحب انا من حياتك، ولو انقذني انا طبعا بقى الموضوع مش محتاج مناقشة ومش عاوز اشوف وشك تاني.
وفعلا بعد ثانيتين بيوصل البطل، فبيستعدوا الاتنين للنط. واكيد بقى انتوا عارفين ان هو انقذ حبيبته سوين. وبعد كده بياخد المسهوكة وبيقعد قدام الجميع وبيقول لها انا هكلمك على عينك يا تاجر. اول حاجة انا عمري ما حبيتك، وانت اللي كنت بتجري ورايا وانا اللي دايما كنت برفضك، وده سبب لك تعب نفسي كبير ودخلتي مصحة نفسية وقطعتي شرايينك وعملتي بلاوي سودا كتير. ممكن تقوليلي بقى انت جبتي منين ان انا حبيتك في يوم من الايام؟ وعشان اجيبلك النهاية انا ما حبيتش في حياتي الا مراتي وبعشقها لدرجة الجنون، وتفضلي بقى روحي لحال سبيلك. فالبنت بتقوم تمشي وهي في نص هدومها، اما بطلتنا فبتبقى طايرة من السعادة. وفي النهاية بعد ما اصحابهم كلهم بيخرجوا ابننا الحنين بيمسح لها دموعها، وده طبعا لأنها اتأثرت بكلامه، بس بتبقى فاهمة ان الكلام ده مش حقيقي ومجرد تمثيل زي قصة جوازهم بالظبط. وعشان كده بتقوله مش شايف ان انت افورت حبتين؟ فقال انا مش هرد على كلامك ده غير يوم فرحنا، شكله هيعملها مفاجأة. بعد كده بتاخد اختها الصغيرة للمستشفى علشان هيعملوا لها عملية القلب اخيرا، والحمد لله بيدخل الدكتور وبيقول لها مبروك يا بنتي لقينا متبرع وهنعمل لها عملية زرع القلب وهتبقى تمام بإذن الله. المهم انها في الوقت ده وهي معدية من الممر بتكتشف ان ابوها هو كمان محجوز في الأوضة اللي جنبهم، وبتسمعه هو بيقول لمراته العقربة ان المنجم فيه مشاكل كتير حصلت وعشان كده هما لازم يهدوا اللعب شوية لحد ما يشوفوا حل في المصيبة اللي هتحصل دي. هنا بقى بنفهم من كلامه ان هو وعيلة مو المفروض شركة مع بعض في منجم الفحم وبيشتغلوا في التهريب، بس من غير ما بطلنا يعرف. والمشكلة اللي حصلت هو ان بعد السنين دي كلها من التستر على المشاكل بتاعة المنجم للأسف اتهدى على العمال ومات فيه 12 عامل. هنا بقى هي بتستنتج ان ابوها اكيد عارف مكان امها، بس اللغز ده هنفهمه في الاخر. اما بطلنا بقى فكان مشغول مع الصحفيين والدنيا مقلوبة في المنجم على دماغه، لكنه بيقرر يعمل مؤتمر صحفي، ولما بيتصل على حبيبته بيعرف منها ان اختها هتعمل العملية بكرة، فبيلغي المؤتمر عشان يكون جنبها في اللحظة الصعبة دي. وبعد كده بنروح لأم شيان وبنشوفها وهي قاعدة مع مياسكي اللي بنكتشف انها تبقى مرات خال مو هي كمان، والاتنين هما اللي ورا المشاكل اللي بتحصل دي في المنجم كلها. وعشان كده بيتفقوا انهم يسيطروا على كل ده والا هيروحوا في 60 داهية، وعشان ينجحوا ويعرفوا ده فلازم يقتلوا بطلنا لانه اكيد هيدعبس وراهم لحد ما يعرف الحقيقة وهيوديهم ابو زعبل، خصوصا يعني بعد العمال اللي ماتوا بسببهم. وكمان بنفهم من كلامهم ان هما اللي خطفوا ام سوين ورموها من فوق الجبل يا حرام عشان يخلصوا منها قبل ما تعترف عليهم لانها كشفتهم. المهم ان اخت بطلتنا عملت العملية وقامت بالسلامة الحمد لله. بعد كده بنروح لشيان وهو بيحاول يقنع مراته العقربة تسافر معاه ويسيبوا الجحيم ده كله ويبدأوا حياة جديدة ونضيفة من الأول. بس هي قالت له يا سلام يا اخويا، انا اصلا اتجوزتك علشان كان عندي امل انك تبقى كبير العيلة من بعد خالك وابقى انا السيدة الاولى، فانت جاي دلوقتي تقولي لا مش هينفع؟ لا طبعا ده بعينك. فالواد بيتصدم وبيقول لها يعني ايه؟ يعني انت من الاول كنت متجوزاني طمع ومش بتحبيني؟ قالت له ايوه يا حالتها، ويلا اتفضل بقى وريني عرض كتافك. وفي اليوم اللي بعده الشرطة بتقبض على ابو وام مينوس لانهم كانوا مشتركين في الجريمة بتاعة المنجم، ده طبيعي يعني لانهم شركة. بعد كده بطلنا بيروح لجوز العقارب مياسكي وام شيان وبيواجهوهم بكل الجرائم اللي هم عملوها، وكمان بيجيب المحقق وبيضربه علقة جامدة لانه طلع ابن مياسكي، يعني ابن اخو مو. ولما عرف ان هو المحقق اللي بيلف حوالين مراته كان هيقتله. وتاريهم كل ده كانوا بيعملوا فيلم حمضان على البنت هي كمان عشان يخلصوا منها زي امها. واخيرا بيجيب الشرطة وبيلم العصابة دي كلها وبيدخلهم السجن. وفي النهاية بطلتنا بتقدر تعرف مكان امها، ولكن بتكتشف انها بعد ما وقعت من فوق الجبل فقدت الذاكرة، وعشان كده ما رجعتش تدور عليها هي واختها. ومن كرم ربنا عليها انها قابلت راجل طيب وحنين حبها جدا واتجوزها. فبنتنا بتروح تقابلها في الشارع وبتعاملها على انها بنت غريبة وبتساعدها يعني وكده، وبعد ما بتتعرف عليها بتطلب منها تحضر فرحها، فالست كانت طيبة فعلا وبتوافق على طول. وبعد ما بتمشي هي بتنهار من العياط، فبطلنا بيحضنها جامد وبيطبطب عليها وبيقول لها انا هجيب لها اكبر واحسن دكتور في العالم وهخليه يعالجها. لكنها رفضت وقالت له لا، انا عاوزاها تفضل زي ما هي كده، مش مهم ترجع لها الذاكرة، لان ده لو حصل هتفتكر كل الحزن المغلي اللي هي شافته اللي على ايديهم، وانا عاوزاها تنسى الماضي وتعيش في سعادة حتى لو كانت تمن انها مش هتفتكرني لا انا ولا اختي.
اما هو فبيعترف لها انها انقذته قبل ما يخلص على نفسه لما كان عمره 12 سنة، ومن يومها وهو بيحبها وبيدور عليها، ولما لقاها قفش فيها وقرر انه مش هيسيبها ابدا. بس وهم راجعين البيت بتيجي منوس وبتحاول تقتل بطلتنا، فبتظهر عربية فجأة وبتخبطها وبتخلص عليها الحمد لله. وبكده بيبقى كل واحد فيهم اخد جزاته، والوحيد بقى اللي نفد بجلده هو شيان، وده لانه تاب الى الله. اما ابطالنا الحلوين فبيتجوزوا وبيعيشوا في هنا وسعادة الحمد لله. وبس كده، توتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم، بس ما تنسوناش باللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية، هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. واشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله. سلام.